السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناة مطبخ فيفي. كنتمنى تكونوا بألف خير وبأحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله نحضر معكم وصفة تحضروها للفطور أو الغودي سريعة وكتجي بنينة بزاف. أنا متأكدة غادي تعجبكم لأنها سهلة ومقاديرها بساط. قبل ما ندوزو للمقادير وطريقة التحضير، إلا كنتوا أول مرة كتشاهدوا فيديوهاتي ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات باش يوصلكم كل جديد إن شاء الله. وفي المقادير غادي نحتاج هكا قياس ديال كأس الا ربع ديال الماء بارد ديال الروبيني، ما يعادل 150 مليلتر كما كتلاحظوا معايا. يعني كما قلت لكم الماء ديال الروبيني عادي، ما يكون لا دافي لا حتى شي حاجه. وشويه ديال الملح، كنضيف ايضا شويه ديال الفلفل الاسود. الا كان عندكم البزار الابيض فمن الافضل تستعملوه. وكنضيف هنايا الثومه بودره. دائما بالنسبه للاعشاب المنسمه يمكن لكم تنسموا باش ما بغيتو، انا اكتفيت بالثوم بودره. وعندي هنايا 70 غرام ديال الدقيق، ما يعادل كاس الا ربع، كنضيفو حتى هو. بالنسبه لهاد الكميه هذه فكتعطي كميه قليله. الا بغيتو يعطيكم كميه كثيره فكتضاعفوا المقادير. هادو كيعطيو هكا واحد 4 حتى 5 ديال الحبات. المهم انا درت معكم غير القياس شويه، وإلا بغيتو تدوبلوا المقادير دوبلوهم. كنخلط هكا شويه الدقيق مع المكونات، وكنضيف بيضه واحده، وكنخلط سواء بالميكسور اولا بالضراب اليدوي. المهم ان الخليط اولا الدقيق ما يبقاش هكاك محبب. كنخلطو هكا، وإلا لاحظتوا معايا القوام كيكون خفيف، يعني تقريبا ما كيديرش الخيط يلا كيديروا كما كتشوفوا معايا. يعني كيكون الخليط خفيف، ما كيكونش ثقيل، باش هكا ما يجيناش غليظ ملي نجيو نطيبوه. هنايا عندي واحد القرعه عاديه ديال البلاستيك، غادي نخوي فيها الخليط. هاد القرعه غير باش تعاونني باش كل مره نبقى نخلط الخليط ونخوي منه ملي كنكون كنطيبو، لان كل مره خاصكم تخلطوه باش هكا التوابل يبقاو مخلطين وما يهبطوش للقاع اولا الدقيق يهبط للقاع. فكل مره كنخلطو في واحد زلافه. كندير هكا القياس ديال 3 البيضات. المهم نتوما ديروا اللي يكفيكم، الا بقى خصكم كتزيدوا، يعني راه غير البيض. درت انا غير 3 وخلطتهم بحال هكا واحد شويه. ضروري خلطوهم ما يبقاوش فيهم هكا داك الخيط، باش هكا كيتوزعوا لنا مزيان ملي كنجيو نطيبوهم. كنوضعهم جانبا وكندوز باش نطيب هاد الفطائر هادو على نار مهيله. كنحط المقله، ضروري المقله ما تكونش كتلصق. كندهنها هكا بشويه ديال الزبده، يمكن لكم تستعملوا الزيت اولا الزبده، لكم الاختيار. وكنخوي الخليط. بالنسبه للخليط كنوزعوه هكا طبقه رقيقه. ضروري المقله تكون سخونه. الا شفتوا الخليط هكا ما كيلصق لكمش في المقله، عرفوا بان المقله مازال ما سخنات. وكنمشي هكا شويه. الا جاتني هكا شي طبقه غليظه كنمشيها بالسباتول. ملي كنحس بالعجين هكا نشف من الفوق، يعني ما كيبقاش يلصق لي في يدي، ما تخليوهش يطيب بزاف، لان ما غاديش يبغي يتلوى لكم اولا يترولا بشكل زوين. كنضيف هكا البيض، واحد الطبقه رقيقه ديال البيض، ولا بغيتو ديروا هكا طبقه غليظه ديال البيض ديروها. المهم انا درتها رقيقه باش طيب دغيا. في هذا الوقت اللي كيطيب البيض راه حتى العجينه كتزيد طيب معاه. كنتسنى حتى كيطيب البيض، عاد كندير واحد القطعه ديال الجبن المربع، وكندير واحد القطعه ديال اللانشون وشويه ديال الفلفل الحار اولا السودانيه. دائما المنسمات كيبقاو حسب الذوق. يمكن لكم ايضا تعوضوا اللانشون بالدانج فيما كيجي زوين بزاف، اولا تضيفوا عليهم هكا شويه ديال الفلفله هكا مقليه. دائما لكم الاختيار. كتني الجوانب كما كتشوفوا على الحد ديال الفرomاج باش هكا يجيوني كاملين في قياس واحد. كنتني الجوانب وكنشد هكا واحد العود ديال الشواء يكون هكا خشبي، وكنبدا نلوي عليه هاد الفطيره هذه كما كتشوفوا. الا كنتو كتستحملوا السخونيه فكتلويوها هنايا في المقله. الا كنتو ما كتستحملوش السخونيه فكتهزوها هكا فوق واحد البلونش وكتلويوها على خاطركم وكتردوها طيب. الا لاحظتوا هنايا راه زدت شويه ديال البيض باش لقيت داك الجزء الاخر، باش هكا ما كتبقاش تحلي الفطيره ديالي. وكنبقى نقلبها هكا على الجوانب كاملين. يمكن لكم تحمروها الا بغيتوها هكا مقرمله اولا غير هكا تذهبوها. المهم لكم الاختيار، ديروها كما بغيتو. وصافي، هي هذه الفطيره ديالي من بعد ما كطيب. غادي نوريكم مره اخرى اللويه كيفاش ديروا لها. كنتني الجوانب كما قلت لكم. وضروري ما طيبوش العجينه بزاف، يعني ماشي حتى تولي كارمه، لان الا كرمت ما غاديش تلوى لكم دغيا وغادي تجيكم صعيبه وتبقى تهرس لكم كما كتشوفوا معايا. وفي الاخير كنسد بالبيض
وهذا هو الشكل ديالهم كيفاش كيجي. صراحه كيجيو زوينين بزاف وكيجيو بنان، وكما قلت لكم يمكن لكم تفنوا في الحشوه، تضيفوا لها الخضار اللي بغيتو. من بعد كنزينهم هكا بالمايونيز وشويه ديال الكيتشوب. صراحه المذاق ديالهم كيجي هائل، كيجيو زوينين بزاف معلكين، خصوصا الا استعملتوا الموتزاريلا كيجيو رائعين جدا. حضروهم هكا الفطور ولا الكوتي كيجيو لذاذ بزاف، والوليدات كيحماقوا عليهم. كما شفتوا معايا هذا هو الشكل ديالهم. كنرافقوهم هكا مع الكيتشوب اولا اي صوص كتبغيوها، ونوريكم كيفاش كيجيو من الداخل. صراحه كيجيو لذاذ بزاف ومعلكين، وكما شفتوا معايا مقادير بساط. ودائما كما قلت لكم يمكن لكم تفنوا في الحشوه الا بغيتوها تكون صحيه اكثر. يمكن لكم تضيفوا لها الخضار، غير هما الخضار ضروري تقليوهم باش هكا كيتروا لكم هاد الفطائر ديالكم. وصلنا لنهايه الفيديو. كانت هذه الوصفه ديال اليوم وصفه سهله خفيفه كما كنقولوا وزوينه بزاف بنينه. انا متاكده الا جربتوها غادي تعجبكم. وما تنساوش تخليو لي ارائكم في التعليق، والا كنتم مازال ما اشتركتوش في القناه فهذه الفرصه تشتركوا في القناه وفعلوا جرس التنبيهات باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. نتلاقاو فيديو اخر. بسلام عليكم.